فتبدأ قراءتها بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمين؟ هدى للي عم يقروا منهج الحياة بعين المهتدي، اللي بده يهتدي، اللي ما عم يطلع بس على أنه هذا مجرد حسنات أو سيئات أو مجرد قصص للأنبياء أو مجرد كتاب تاريخي. لا، القرآن لكل زمان ومكان ولكل شخص أراد الهدى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون أن ما يروه هو القليل وأن المغيب عنهم هو الكثير، يؤمنون بقدر الله خيره وشره فيقيمون الصلاة لأجله، ويسعون في سبيل الله ويكسبون الأرزاق في سبيل الله وينفقون في سبيل الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأعطاك الله تعالى ملخص الفلاح: أن تكون تقيا مؤمنا بالغيب مقيم الصلاة منفقا في سبيل الله مؤمنا بما أنزل الله وبرسل الله ومؤمنا بخاتم الأنبياء والمرسلين قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تقرأ الآيات بعدها فيعرفك الله على أصناف البشر: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فتعرف حينها لماذا لا يهتدي بعض الناس ولو جئتهم بكل آية، ولو عرضت عليهم الحجة ما بدهم يهتدوا أبدا. فالله تعالى أعطاهم ما أرادوا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فتنتقل بعدها من التعرف على الكافرين إلى التعرف على المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تتعرف على ناس ظاهر إيمان لكن تصدر عنهم أفعال المنافقين وليس العاصين. تحسن إنه عم يلعبوا على الحبلين، بيحاولوا يخدعوك على أساس إنه مؤمنين وهن منافقين، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بتشوف فعليا أفعال منافية لأقوالهم تماما، بيقولوا لك إنه هن إنسانيين وبالمقابل عم ينشروا الفساد بالأرض تحت اسم الحرية، عم ينشروا أشياء كلها غلط بغلط. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هن فاكرين إنه عم يعملوا صواب ولكن واضح إنه